جماعه احنا هنجرب النهارده مكان ناس كتير قوي بتتكلم عليه ان هو اشهر كافيه بتاع اكل، فالنهارده رايحين فين يا مصطفى؟ رايحين شاي بليمون. شاي بليمون، اسم ملوش علاقه خالص بالاداء الوظيفي بتاع المكان، بس هو مطعم اكتر ما هو كافيه. وبقول لك ايه، ادخل شوف. احنا يا جماعه النهارده في مكان مشهور بالاكل قوي واسمه ملوش علاقه بالاكل خالص، يعني هو اسمه شاي بليمون واكتر حاجه مشهور بيها الاكل. احنا دلوقتي لسه بنبدا، فقلنا نبدا بالابيتايزرز، وهي ديت الابيتايزرز بتاعتنا. يعني هي اسمها بيك بيتزا، بيبقى متقسمه 4 انواع. وهو المكان دوت خلاص تحس ان هو كافيه، بس هو بيعمل كل حاجه تميل للاكل، من المين كورسز للبيتزا للشرب حتى بص منزلين شوربه مع بيتزا، حاجه غريبه جدا، بس لسه هننزل حاجات تانية بقى. نبدا بالاول، دي بيك بيتزا بتبقى ستافد كراست. احنا اخترناها 4 انواع، يعني بتبقى واحده برجر مع تيستي، تشيكن رانش، سجق رانش، بيبروني، وستافد كراست. يعني ايه، صياما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله. وممكن نبدا بقى نشوف كده ايه. انا اصلا عايز ادوق السجق. يا لهوي دي بيتزا ايه ده؟ محتاجه واحد يشيلها معايا. هي تبان صغيره بس دلوقتي بانت كبيره قوي. هي بيتزا مليانه توبنجز رفيعه، المفروض ان هي ايه ستافد كمان من جوه. طعم سجق حلو، الجبن عليها كتير، بس هي اوفر توبنجز، يعني توبنجز بزياده قوي والله العظيم. يعني اللي بيحب امريكان بيتزا هتعجبه قوي. برجر تيستي، بس هي اوعى عشان بص قد ايه هي ضخمه بصراحه. الشباب بتاع بابا جونز لما كان عامل التشيز برجر ديت، كمان هي عشان التيستي معاها مع البرجر، طعم البرجر بصراحه عادي، يعني اللي هو شبه البرجر المتبل العادي، بس الميكس كله لطيف. بقى تشيكن رانش، بس هنا عاملين التشيكن رانش بتاعتهم اوف، عاملين تشيكن رانش بفرايد تشيكن مش جريلد. الفراخ طعمها حلو قوي مع الهاليبينو، مشطشط الدنيا كده شويه مع صوص الرانش، دي خطيره يعني، احلى كمان احلى من الجريلد. ناخد بقى واحده ايه يا جماعه. مصطفى ده اكتر واحد بيتعذب لان هو بيشوف الفطار قدامه وبنبقى فطرنا وهو لسه مش بيفطر. بس انتوا مش متخيلين، هي سلايس واحده ممكن تخلص على بني ادم. يعني انتوا لو جايين 4. انا فهمت هو ليه الشاي بليمون اللي في الدقي ده، مع انه في الدقي كده في حته هيدن كده، بس وصلنا له يعني بجي بي اس بسهوله. بس هو جامد يعني، انا انبسطت كده باول طلعه. لو هنرتبهم انا بالنسبه لي التشيكن رانش، بعد كده يجي السجق، بعد كده يجي بيبروني، وتيجي البرجر. اوفر اول بيتزا تاخد 9 من 10، في حاجات فيها 8، في حاجات فيها 9 ونص. انزل بقى يلا مصطفى على نخش بقى في المضمون، حاجات بقى خفيفه كده بسيطه. نزلنا النجريسكو ونزلنا الفطيره بايتس. فنبدا بقى ايه، نشوف دي فطيره كيري بالسجق. تمام، هو السجق هنا حلو فعلا، بيبقى معاها بطاطس كرينكل وبيبقى عليها صوص تشيز من فوق، موضوع لطيف. هنسيب لكم يا جماعه الاسعار برده في البتاع عشان ما حس ايه، نبقى ضامنين الدنيا. دي لغوصه فظيعه، بس جوه ميكس تشيز مع الكيري مع السجق، حلوه قوي دي. خش بقى بنجريسكو، مكرونه وايت صوص مع الفراخ والمشروم، تحط عليها ايه من فوق موتزاريلا كده، حلوه قوي. ناخد بقى واحده بالايه، بالفراخ والمكرونه، حلوين قوي الاثنين دول، ما اعتقدش عندي كومنت في اي حاجه فيهم. نخش بقى في اللي بعده كده سريعا سريعا. نخش بقى يا جماعه في طبقين وهم مشهورين عنده يعني. تمام، وفي كده كام طبق كده مشهور، هو لسه اخر طبق، هو اكتر طبق لما بنشوفه عايزين نجربه. بس احنا هنبدا دلوقتي بالتشيكن كاري. ده طبق هندي شويه، دي فراخ بصوص الكاري مع الرز الابيض، حلو قوي. كانت محتاجه تبقى سبايسي شويه بصراحه، طعم الكاري باين، يمكن هي ناقصه ملح شويه اعتقد، وعايزه تبقى سنه سبايسي شويه. بس القوام بتاع الصوص مع السوا بتاع الفراخ برضه، الفراخ مستويه حلو قوي، فيها بهارات كتير بس ملح قليل، فمش معزز ده بقى قوي. هنخش في تاني طبق اللي هو ايه، البيف بصوص البراون الفريدو. يعني هو ده زي صوص وايت صوص، بس بياخد ديمي جلاس وبتاع، فبيبقى لونه براون. المكرونه دي خطيره، معموله بمشروم براون صوص كده، خطيره. المكرونه ديت انا ممكن اخدها كده لوحدها، اخد بقى حته من البيف مع هو ده حلو قوي. بس انا لو كان هو كان خيرني في سوى الستيك كمان كنت هطلبه اقل سنه، انا بطلبه ميديوم. اصلا مصطفى هو اللي بياكله بقى ايه، ويل دون، فهو معمول ويل دون مش اوفر كوكد، بس هو ايه بميل للميديوم. اللحمه طعمها حلو، تبلتها هاديه وخفيفه، معتمده على الصوص اللي بره. وعاجبني ان ده طبق ليه ايدنتيتي قوي، يعني احس ان انا مش عارف اكله غير هنا. ناخد بقى واحده ايه الوجيه دي، شكلها جامد قوي على فكره. الطبق ده جامد قوي، بطاطس لحمه صوص باستا رهيب. يعني لو هدي ارقام، هدي ده 7 من 10 ودي ده 9.5 من 10. ننهي بقى باخر 3 حاجات عشان ايه نكمل فطار بقى. تمام، لان احنا نزلنا حاجات كتير قوي. تعالى بقى نشوف 3 حاجات اللي احنا نزلناهم. نزلنا اول حاجه هي السنو واي، دي بتبقى فراخ فرايد وبيبقى عليها تركي من فوق وعليها صوص وايت صوص مع المكرونه الوايت صوص ومعمول عليهم شويه بارميجان من فوق. تاني حاجه ديت بتبقى فراخ بشاميل، دي بيبقى معاها مكرونه بينك صوص مع الفراخ الفرايد، وتحتهم بطاطس كده وبيبقى عليهم صوص بشاميل وموتزاريلا، وبتخش الفرن وبتطلع بتبقى الشكل دوت في الاخر. نخش في اخر حاجه ديت ايه، فتة فراخ عادي بصوص الزبادي. يعني ما هو بقى مكون من ايه، من قطعتين مع التركي مع الوايت صوص، فراخ سميكه كده مع البريدنج اللي هو ايه البشاميل الخشن اللي هو بيتقال عليه براد كرامز، مع التركي والوايت صوص مع المكرونه، ميكس جامد. دي مكرونه بالبينك صوص،
حلو ان هو مسوي المكرونه زي ما بيقولوا كده الدنتي، اللي هي بتبقى فيها مش مستويه، اللي هي مهريه دي. والبينك صوص ده بيبقى ميكس ما بين الريد صوص والوايت صوص، وبيبقى هو ده. دي مكرونه بالبشاميل عليها موتزاريلا من فوق، ضغط عليها كده بيف بيكن شويه صغننين كده، وداخله جوه الفرن. تبقى الفراخ نفسها فرايد. بالنسبه لي هحتار ما بين الاثنين، بس اعتقد هميل للسنو واي. يا اما انا اجيب واحده ومصطفى يجيب واحده ونقسمهم مع بعض احنا الاثنين، نقعد وناكل بقى السنو واي مع بعض. الاثنين لطاف. باستا هنا عجباني اكتر، والفراخ هنا الميكس ده عجبني اكتر. دي فتة فراخ بصوص الزبادي، ممكن ندوق الفراخ كده لوحدها. صوص الزبادي ده حلو قوي، طعم النعناع كده ظاهر فيه. المكان ده مميز بصراحه، تحس انه مش ناقل اطباق من اماكن تانية. هو عامل اطباقه هو، فده المكان اللي ممكن يتقال عليه اسمه ملوش علاقه بالوظيفه اللي هو بيعملها، وفي نفس الوقت متميز في الوظيفه اللي ملهاش علاقه باسمه. والاطباق اللي بتاكلها هنا تحس ان انت مش بتعرف تنقيها في حته تانية. كده ترشح انهي طبق من الثلاثه دول؟ بص عجبني ده قوي على فكره برضه. هو صعب ان انت ترشح، ده ما لهمش علاقه ببعض قوي، بس انا بالنسبه لي دول اللي نعرف نقارن ما بينهم. هاخد السنو واي، الفطيره اللي بالكيري والرولز ديت خطيره، والنجراسكو برضه حلو قوي لانه متميز في المكرونات. ممكن نقول بقى طبق البيف. انا عارف انا هاخد ايه، ده والبيف. ونبدا بابيتايزرز اللي هي الفطيره بالكيري. وعلى فكره هي البيتزا عندهم مميزه قوي كامريكان بيتزا، اللي هي بتبقى مليانه حشو وكبيره قوي وبتاع. بس بحبش ان انا فكره ان انا اخش ايه انا وثمانيه في حاجه عشان نعرف نخلصها. بحب فكره الديو انا ومصطفى ونقسم مع بعض. اعتقد ان احنا ممكن نحلي نظر حاجه حلوه ونقفل الفيديو. وبقول لك ايه بس بقى يا جماعه، وهنا قررنا ان انا مش قادر اكمل، وهنا مصطفى قرر يكمل المسيره ونزل. انا احمد المسيره يا جماعه بصوا ده اي حاجه فيها جبن كده انا تمام مرعبه. والبطاطس الويدجز دي خطيره. 2 حواوشي. يا نهار ابيض. لا 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 الاكل انا بيخلي والشفا معانا. عليا. طب ليه طحينه مع جبنه؟ طعم الجبنه والجبنه عندهم مميزه بصراحه، بس كمية تقيل قوي فتس تقيل دخلت قوي. لا ده محتاج دماغي 16 رهيبة. واحد يدخلوا فيه. ده ننزل على الحلو. دي يا جماعه دي الرايقه، بتبقى عباره عن سبونج كيك مع الايس كريم وعليها صوص لوتس من انا فوق. عندي. ده في مانجا جوه، مانجا ولوتس وسبونج كيك وايس كريم، رايقه وخفيفه. تيجي نشوف الفايقه. دي بقى تشوكلت كيك وموز وفراوله وايس كريم ونوتيلا. ده براونيز من تحت. والله الاثنين حلوين، بس هو ايه، بحبش انا الفاكهه قوي بس انا اميل للوتس والمانجا مع السبونج كيك ديت رايقه اكتر. تجربه شاي بليمون تجربه لذيذه انبسطنا فيها بصراحه. مكان حلو، قعدته حلوه، اكله حلو، وما عملناش اي حاجه ليها علاقه بالكافيهات. احنا عملنا علاقه ايه بالاكل والمطاعم. وبقول لك ايه، اقفل بقى مصطفى.